سنة 1281 ميلادية وقفت قوات قبلاي خان حفيد جنكيز خان بأسطول مرعب قوامه 4000 سفينة و140 ألف مقاتل على مشارف سواحل اليابان. النصر كان شبه محسوم، الإمبراطورية اليابانية بتلفظ أنفاسها الأخيرة قدام الطوفان المغولي. لكن فجأة السما اتحولت للون الأسود والبحر هاج بشكل هستيري، ومن قلب المية خرجت رياح دمرت الأسطول المغولي عن بكرة أبيه. اليابانيين سموا الرياح دي الكاميكازي أو الرياح المقدسة، وقالوا إن التنين خرج عشان يحمي مملكته. بس يا صديقي، التنين ده ما رجعش ينام تاني، لسه صاحي ولسه جعان. النهاردة هنبعد عن المحيط الأطلنطي ومثلث برمودا وهنروح الناحية التانية من العالم. أهلا بيكم في بحر الشيطان، أو زي ما الأساطير بتسميه مثلث التنين. فيلا بينا نبدأ الحكاية. اهلا بيكم في فيديو جديد من خان الراوي. لو فاكرين اننا قفلنا ملف الاختفاءات والمناطق الغامضة في البحر بحلقة مثلث برمودا، فاحب اقول لكم اننا كنا بنسخن بس، لان اللي هنتكلم عليه النهاردة هو التوأم الشرير لبرمودا، مثلث التنين او المانو اومي بالياباني، يعني بحر الشيطان. منطقة في المحيط الهادي بتقع في سواحل اليابان الجنوبية، وبتشكل مثلث برضه زي صاحبنا اياه. اضلاعه بتمتد بين اليابان وجزر بونين وجزيرة جوام والفلبين. الرعب في المنطقة دي جذوره بتمتد في التاريخ والأساطير اليابانية لآلاف السنين. عشان نفهم ان الموضوع مش مجرد خرافات صيادين، لازم نرجع لسنة 1952. في الوقت ده حوادث اختفاء سفن الصيد اليابانية كانت زادت عن حدها، ومش بس مراكب صيد صغيرة، دي سفن حربية كمان كانت بتبعت إشارات استغاثة غريبة وبعدين تختفي كأن البحر بلعها. في سبتمبر 1952 الصيادين بلغوا عن ظهور جزيرة جديدة فجأة في وسط المحيط. صخور سودة بتطلع دخان وبتشق المية وتظهر للنور. طبعا دي كانت حاجة عظيمة جدا لليابان، أرض جديدة يعني موارد جديدة. فالحكومة جهزت سفينة الأبحاث كايومارو 5 وعليها 31 عالم وبحار، ومهمتهم يروحوا يدرسوا الجزيرة الجديدة دي. ومبروك علينا، السفينة بالفعل وصلت والعلماء شافوا الجزيرة دي بعينيهم. بس يا فرحة ما تمت، في لحظة واحدة حصل انفجار بقوة تعادل قنبلة نووية صغيرة. الجزيرة نسفت نفسها ورجعت غطست تاني في المحيط واخدت معاها السفينة باللي عليها. كأن ظهور الجزيرة دي كان فخ نصبوا المحيط عشان يصطادهم. الحادثة دي هزت الرأي العام الياباني وخلت الحكومة تعلن المنطقة دي منطقة خطر وتحذر أي سفينة من الاقتراب منها. بس يا ترى طاقم السفينة دي شافوا إيه قبل ما يموتوا؟ هل شافوا عاصفة، بركان، ولا شافوا حاجة تانية خالص؟ عشان نجاوب على السؤال ده هنسيب العلم شوية ونروح للأساطير، عشان اليابانيين عندهم تفسير غريب للي حصل هناك. الأساطير بتقول إن تحت المنطقة دي بيعيش التنين العظيم رايوجين. رايوجين حسب الأساطير مش تنين عادي، ده هو المتحكم في المد والجزر وبيحرك العواصف، وعنده قصر عظيم تحت قاع المحيط اسمه قصر الريوجو جو، مبني من المرجان الأحمر والأبيض، وبيحرسوه أسماك القرش والتعابين العملاقة. والأسطورة بتقول إن أي حد بيحاول يعكر صفو المنطقة دي أو يكشف أسرارها، التنانين بتطلع من قاع المحيط وتسحبه لقصر الريوجين ويتحبس هناك للأبد. ومن هنا بتظهر واحدة من أغرب القصص في التراث الياباني، قصة الصياد أوراشيما تارو. الحكاية بتقول إن أوراشيما الصياد الطيب أنقذ سلحفة صغيرة كان أطفال بيعذبوها، والسلحفة دي طلعت هي
هي بنت التنين رايوجين ومتنكرة، وكان مكافأة ليه خدته على ظهرها ونزلت بيه قصر الريوجو جو تحت المية. أوراشيما قضى هناك 3 أيام من الأكل والشرب والاحتفال مع الأميرة، لكنه اشتاق لأهله وقرر إن هو يرجع تاني. فالأميرة ادته صندوق وقالت له اوعى تفتحه مهما حصل. أوراشيما بالفعل طلع لسطح المية ورجع لقريته، بس كانت الصدمة البيوت متغيرة والناس لبسها غريب ومحدش عارفه. ولما سأل عن عيلته الناس قالت له انت بتسأل عن عيلة أوراشيما؟ دول ماتوا من 300 سنة. فمن صدمته وحزنه على فقدان عيلته قرر ان هو يفتح الصندوق، فبيظهر دخان ابيض يغطيه وبيتحول من شاب لراجل عجوز، وبيسمع صوت الأميرة جايله من أعماق المحيط بتقوله أنا حذرتك من فتح الصندوق لأن ده كان عمرك محبوس جواه. وبتنتهي القصة هنا. بس المهم خلينا نرجع للنقطة المتعلقة بحكايتنا احنا. ال3 أيام اللي قضاهم أوراشيما تحت المية عدوا على الأرض كأنهم 300 سنة. القصة دي بتخلينا نقف ونفكر، هل دي مجرد خرافة ولا القدماء اليابانيين كانوا بيحاولوا ان هم يوصفوا ظاهرة تمدد الزمن التايم دايليشن، والمبنية على نظرية النسبية لألبرت أينشتاين، واللي بتقول باختصار ان الزمن ممكن يتسارع او يتباطأ بسبب السرعات العالية أو الجاذبية الشديدة. لأن المريب في الموضوع إن كتير من الناجين من الحوادث المتعلقة بمثلث التنين بيحكوا عن الوقت المفقود، ساعات بتعدي عليهم كأنها دقايق والعكس. وطيارين كتير حكوا إن ساعاتهم وقفت تماما بمجرد دخولهم المنطقة دي. فهل قصر التنين هو تعبير مجازي عن بوابة زمنية أو ثقب دودي موجود في قاع المحيط الهادي؟ وعشان نفهم ان الموضوع مش مجرد قصة اسطورية لصياد خيالي، خليني اخدك لسنة 1945 وتحديدا في شهر اغسطس اخر ايام الحرب العالمية الثانية. الطيار شيرو كاواموتو قائد سرب مخضرم وكان راجع بطيارته من مهمة روتينية فوق المنطقة دي. الجو كان صافي تماما والمحيط هادي زي المراية. فجأة وبدون اي مقدمات القاعدة بتستقبل رسالة غريبة جدا من الطيار شيرو. صوته كان صوت انسان مرعوب بيشوف حاجة عقله مش قادر يستوعبها، وقال جملة واحدة بس: في حاجة بتحصل في السماء بتتفتح. وبعدها صمت تام، ولا انفجار ولا استغاثة تانية ولا حتى أثر لحطام الطيارة على الرادار. شيرو والطيارة بتاعته اختفوا تماما كأنهم دخلوا في شق في السماء واتقفل عليهم. في ناس بتربط بين وصف السماء بتتفتح وقصة إن التنين بيفتح بوابة بين عالمنا وعالم قاع المحيط. وبرضه من الأمثلة على ظاهرة التمدد الزمني الطيار بروس جيرنون. صحيح انه كان بيطير فوق مثلث برمودا، ولكن ادى شهادة غريبة جدا. بروس كان طالع بطيارته الخاصة من جزر البهاماز لفلوريدا، وفجأة لقى نفسه محاصر جوه سحابة شكلها حلزوني غريب وبتلف حوالين نفسها، واللي اطلق عليها هو اسم الضباب الالكتروني. سحب كثيفة لونها رمادي وما فيهاش اي اضاءة. بروس بيحكي انه بمجرد دخوله في السحابة دي اجهزة الملاحة في طيارته اتجننت. البوصلة بتلف عكس عقارب الساعة، والراديو بيبعت صوت تشويش شديد. وفجأة بيشوف فتحة في نهاية السحابة، فبيزود من سرعة الطيارة عشان يحاول يخرج من المتاهة اللي هو فيها. ولما خرج كانت المفاجأة. بروس بص في ساعته ولقى انه وصل لوجهته في 47 دقيقة بس، مع ان الرحلة دي مستحيل تاخد اقل من 90 دقيقة. الراجل ده حرفيا نط 43 دقيقة في الزمن، قطع مسافة 250 ميل في الهواء. ولو سبنا نظرية النسبية وأينشتاين ورجعنا لعالم التنانين وفكرنا في التنين بشكله الأسطوري، كائن عملاق وبيطير وبيطلع نار وبيغطس في المحيط بسرعات عالية جدا، مش ده ممكن يكون وصف لحاجة تانية احنا عارفينها دلوقتي بشكل تاني؟ طبعا المؤمنين بوجود الكائنات الفضائية كان ليهم رأي في القصة دي. في تقارير لطيارين يابانيين وأمريكيين بيقولوا إن هم رصدوا أجسام مجهولة بتخرج من قاع المحيط
السماء بسرعات رهيبة، وكذلك أجسام بتنزل من السماء لقاع المحيط بسرعة كبيرة ومن غير ما تعمل طرطشة حتى. الباحثين في اليوفولوجي بيقولوا إن مثلث التنين ده ممكن يكون قاعدة لكائنات فضائية، والتنانين اللي اليابانيين شافوها زمان وخافوا منها ما هي إلا مركبات فضائية متطورة جدا بتدخل وتخرج لقاعدتها المحصنة في قاع المحيط، وده بيفسر ليه السفن بتختفي بدون أثر وأجهزة الملاحة بتتعطل في المنطقة دي، كأن في مجال مغناطيسي صناعي بيشتغل عشان يحمي القاعدة في المنطقة دي. طب لو شلنا بقى التنانين والفضائيين من المعادلة، هل العلم عنده تفسير للي بيحصل في مانو أومي ده؟ طبعا العلم عنده وجهة نظر في الأحداث دي. المنطقة دي يا سيدي بتقع فوق واحدة من أنشط مناطق الزلازل والبراكين في العالم. قاع البحر في المنطقة دي ما هواش مجرد شوية صخور ورملة، ده حقل ألغام من البراكين النشطة. فاكرين سفينة كايومارو 5 اللي اتكلمنا عنها في الأول؟ التحقيقات أثبتت إن السفينة دي مرت فوق بركان تحت المية واللي اسمه مايوجين شو، وده نفس الاسم اللي أطلق بعد كده على الجزيرة الشبح اللي ظهرت واختفت فجأة في المنطقة هناك، واللي كانت أصلا عبارة عن حمم بركانية متجمدة ظهرت على سطح المية. والسفينة من حظها السيء إنها مرت فوق البركان في نفس لحظة انفجاره، ده غير الصخور البركانية اللي بتتطاير زي القذائف. ومش بس كده، المنطقة دي زي مثلث برمودا بالضبط، من الأماكن النادرة على وجه الأرض اللي البوصلة فيها بتشير للشمال الحقيقي مش المغناطيسي، وده كان كفيل إنه يتوه أمهر القباطنة والطيارين خصوصا أيام زمان، ويخليهم يدخلوا في قلب العواصف أو يتوهوا في وسط المحيط. ولكن في النهاية بين غضب ريوجين وتنانينه اللي بتحرس القصر المسحور وبين البراكين اللي في أعماق المحيط ومجالاتها المغناطيسية المجنونة، بيفضل مثلث التنين واحد من أغمض المناطق على وجه الأرض، مكان ابتلع جيوش قبلاي خان وسفن حربية وحير العلماء والمؤرخين على مر العصور. هل السفن اللي بتختفي دي بتروح قصر ريوجين زي ما حصل مع أوراشيما، ولا بتتبخر بفعل قوى الطبيعة؟ وزي ما بنقول دايما في خان الراوي، في أوقات كتير الخرافة بتكون مبنية على حقيقة. فأنت إيه رأيك؟ هل مقتنع بنظرية البراكين والغازات القاتلة، ولا حاسس إن أساطير اليابان عن التنانين وطي الزمن وراه سر لسه مخفي عننا؟ ولو خيروك بين رحلة لمثلث برمودا أو مثلث التنين، تختار مين فيهم؟ أنا عن نفسي يا عم هقعد في البيت. فاكتبوا لي رأيكم ونظرياتكم تحت في الكومنتات، وهكون سعيد إني أقراها كلها. ولو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان توصل لكم كل القصص المثيرة الجاية من خان الراوي. فلحد ما نتقابل المرة الجاية، سلام.